بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباحكم مشرق بنور الله إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير كمان وكمان يا رب، ويجعلها سنة سعيدة وهنا وسرور. وربنا يا رب يبعت الخير لكل واحد بيتمنى الخير لغيره. يلا بقى كده نخش على الفيديو ونشوف احنا هنعمل ايه. لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك واشتراك وتفعل الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم بإذن الله كل جديد معانا. هنا بقى معايا معايا حوالي عن 5 6 كيلو دقيق 7 ما تعديش. عامة يعني عندنا لما بنعمل الخبيز ده ما بنعرفش نعمل كيلو واتنين كده، بنعمل بالكمية. ما شاء الله احنا عيلة، وعندنا في الأرياف بنحب نعمل الحاجات ديت كتير لأن بيبقى خبيث بقى ويوم غلبة كله على بعضه كده، فمش هتقعدي توشي نفسك كل يوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا هنا صباح خميرة، ومعايا هنا بقى الدقيق هحط عليه ملح. هنعمل هنعمل عيش فلاحي اللي موجود في أي بيت. طبعا اللي من هنا عارفين واللي من الأرياف عارفين، لكن في ناس كتير في المدن مفتقدة الحاجات ديت ونفسهم يعملوها. وربنا يا رب يدي لكل واحد اللي نفسه فيه، مش على الاكل طبعا، على حاجات كتير. هنا بقى معايا الميه. انا مدفياها يعني مخليها دافيه، بس للاسف هي سخنت معايا شويه، فبدات ابردها شويه عشان ما تخليش العيش معايا وشه مجشر او وشه ناشف كده. المهم بقى هنا بقى معايا الدقيق. العجينه دي ما شاء الله تاخد برميل دقيق بحاله كبيره. حطيت ملح ودوبت الخميرة في شوية مية دافيين، ما اوعي تكون ولا دافية يعني ولا سخنة ولا ساقعة، عشان ما تتفسدش. الساقع بيفسدها والسخن بيفسدها. حطيت الخميرة وحطيت عليها معلقة سكر كده عشان السكر يخلي الخميرة تتفاعل معايا بسرعة. الفيديو ده مش قديم، الفيديو ده لسه ما فيش من عاملاه من يومين. الفيديوهات القديمة اللي معايا منزل والله نفسي منزلها اللي انزلها، حاسه ان هي وشها فقر كل لما اجي انزلها النت يقطع. المهم هعجن بقى. هنزل بالخميره برضك على العجين بعد ما بضيع يعني تتفاعل شويه كده، اشوفها شغاله ولا مش شغاله باجي منزلها. ساعه ما بلاقيها شغاله باجي منزلها. هعجن بقى عجين سهل خالص، دقيق وميه عاديه والخميره وحبه سكر شويه ملح وخلاص. بتخلي العجينه معاكي ولا هي متماسكه ولا هي لينة قوي، بتخليها وسط. خاصة كمان في العيش عشان خاطر في خميرة، ولو غبت شوية او عند الفرن شوية ما يسيحش. غطيته بقى كده على السرير عشان يدفى ويخمر معايا بسرعة. على ما خمر قلت بقى اما اطلع، على ما يخمر قصد، قلت بقى اما اطلع احط للبط الاكل. البط يا حبايبي غضبان غضبان على الدشيش والرده. امال اجيب له اجيب له عليقه. اجيب له عليقه الكيلو ب25 جنيه. سبتها قدامه يومين لحد ما كلها. هحط له بقى ميه كده واظبط له حاله. هبقى اعمل لكم فيديو روتين والله عند الطيور وكده يعني. لا اله الا الله يا رب، وحشتوني ووحشني الكلام معاكم. ما تنسوش تحطوا لايك، ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. هنا بقى العيش كان خمر. العجينه دي كبيره فما بيبانش فيها. هو هنا كان خمر، ما بسيبوش يخمر للاخر لان لسه هياخد وقت على ما اروح اخبز وكده عشان ما يلزقش ببعضه مني. يعني بسيبه يعني يعتبر نص خمر كده، وعلى ما اجرس وكده بيكون ارتفع شويه. فاروح بقى اطلعه من الفرن كده ما شاء الله تتفرجوا عليه دلوقتي. المهم حطيت الرده ديت اللي هي نخاله الغل، ومعايا دقيق هجرس بقى. لو عندي دقيق ذره ممكن تحط بدل الردة دي. لا مستحيل لو انت في قلب الصيف، لا مستحيل العيش يلزق منك حتى لو طلع منك لي، مستحيل يلزق. دي الذرة دي حلو قوي بس مش متوفر عندي. اهو جرست بقى ما شاء الله لوح وصينية. غطيتهم بقى بجلابية كده، ورحنا بقى نخبز. ما شاء الله طالع بقى معايا جنابل. بس بصراحة كنت يعني على ما خلصت كنت تعبت يعني والله ما كنتش قادرة. اقول لهم امي والله يعني ربنا يديلها الصحه، قلت لها تعالي يا ام اعملي معانا ومرات اخويا على المكنه وكده يعني عشان ننجز
قاعد باكل شويه، خلصي ولعي. طبعا الفرن بتاعك لما يبقى بارد العيش ما يجبش معاكي، لازم تكوني محميه الفرن من فوق ومن تحت عشان خاطر العيش يتنيه جابب معاك على طول. هو لو برد منك ما يجبش. اهم حاجه النار. كانت امي تقول ايه، حيل الفرن من حيل صاحبتها. يعني لو انت صحتك حلوه العيش هيطلع معاكي جابب وحلو لانك انت مشغله النار. لو انت صحتك بقى هي على قدك كده هيطلع مش حلو معاكي لانك ما انتش قادره تشغلي النار. لكن ما شاء الله طلع جابب معايا كله. ودي يعني العيش دي بركه البيت، هو بركه البيت يعني. ما نقدرش كده يكون مش موجود. لازم قبل ما طبعا انا بخبز كتير بس مش برضه اصور، لان لو لو صورت الخبيز انا بصور كل 15 بخبز كل 15 يوم. كل 15 يوم اكون عامله عيش وعامله رجاج وجرس. يعني كل ما بيخلص بعمل. احنا عندنا في الارياف ما بنعرفش ناكل العيش اللي هو بتاع الطابونه دي خالص. هو لو تاكل وهو سخن كده الصبح. لكن غير كده لا، احنا بنجيبه للطيور يعني. لو حد من المدن سمعني كده هي حاسبنا علي. بتجيبوه للطيور. هنا بقى مرتخى برضو بتفرد لي على المكنة، ربنا يا رب يخليها ويديلها الصحة. وبكنس بقى أول بأول كده عشان العيش يتنضف نضيف معايا وحلو. وأمي بقى قاعدة ورايا ايه، مخليانا عاملة زي الفريرة. خلصي اجمدي. لا إله إلا الله يا رب يا كريم يا الله. ولعي ولع. ايوه كده الدين، صلوا على النبي كده واستغفروا كتير. وطول ما انت قاعده اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، وادعي الدعوه اللي انت عايزاها. ربنا يهدينا اولادنا، ربنا يصلح حالنا. صلاح الحال دي حلو. آه، ربنا يبعد عننا يا رب شر المستخبي، وربنا يكفينا شر ولاد الحرام. وادعي لاولادك طول ما انت قاعده، ادعي له، ادعي لاولادك. الدعاوي حلوه، الدعاوي بتشيل المصايب. ادعي. ولما يكون معاكي حاجة في ايديكي، والله العظيم حتى لو ممكن تكون حاجة بسيطة وبيتك محتاجها، طلعي حاجة منها. تشيل حاجة ياما، تشيل هم، تشيل تعب. ممكن يكون جايلك تعب انت ما انتش عارفة. تكوني حلوة خالص وتلاقي نفسك فجأة تعبانة. انت في نيتك الخير ربنا يحوشه عنك. دعوة تاخديها من حد غلبان. ممكن تكوني انت غلبانة، يعني مش شرط انت تكوني معاكي، بس انت بتدي فربنا يديكي. فيحوش عنك، يحوش عنك كل حاجة وحشة. ربنا يهدي ولادنا، يكفينا شر المرض. مش شرط اللي احنا نكون معانا عشان ندي، لا. لو معاكي حاجة بسيطة طلعي منها. والله العظيم يعني اقول ايه دي اتحمرت جو مني. اي حاجة والله العظيم، لو لقمة، لو معكيش في بيتك الا هي، وحد جالك على بيتك ما تطلعوش زعلان. رضيه، راضي ربنا يرضيك. لو عيل صغير لو هتديله كرم الله، ابسط الامور خالص بس فرحتيه. فربنا يا رب يدي لكل واحد على قد ضميره وعلى قد نيته. والله العظيم انا لما بدعي اقول يا رب اديني على قد ضميري وعلى نيتي. اظن ما فيش اكتر من كده دعوة. لو هي وحشة ربنا هيديني الوحش، ولو حلوة ربنا هيديني الحلو. كل واحد ربنا يديله على قد ضميره وعلى قد نيته. شوفوا بقى ما شاء الله بيتجلد كده في الفرن من كتر ما هو بيجيب. ساعة الفرن ما يبرد مني ساعات هما بيغيبوا عليا على ما يجيبولي فبيهبط مني شوية. الاقي رغيف طالع مصفط كده يعني. اللي بلاقيه طالع مصفط كده باجي مطلعاه مسلوق، يعني يا دوبك منور حاجة بسيطة كده واجي مطلعاه. الخبيز ده نعمة من عند ربنا في البيت علينا، ما اقدرش اعيش من غيره انا عن نفسي يعني. هي كل ما احط رغيف هتقولي لي هي. ايوه خليك تقولي هي يلا. احكي لنا بقى حاجة عشان اشغلك عني. احكي لنا حاجة كده من ذات ايام زمان.
موقف حلو كده. احنا بقى واحنا جايين صاحيين بالبهايم الصبحية، احنا جايين نجيبوا الحلبة معانا خضرة من الغاب، ونجيبوا الجلوان، ونجيبوا السريس من البرسيم، ونيجوا بقى نروحوا نحطوا السبت بقى ونطلعوا صحن كبر وخيار محدق وباذنجان محدق في الميش وطماطم خضراء محدقه في اصلا. الميش. يعني اما كنتوا بتخبزي انت وامك كده ولا ايه؟ بخبز انا وامي والشارع بحاله مع بعضنا. كانش حد بيخبز لوحده كده؟ لا، مع بعضنا من الصبح لحد المغرب ونخبزه بقى وايه وتطلعي بقى يا ستي غطا حادق من جميع الاشكال من الميش، وطلعي عيش مسلوق وكل وياكل على ما يخلصوا اكل خبيز، يخلصوا صينيه اكل ورجعوا. كنتوا بتعجنوا بالطشاطي وانتوا كنتوا بتعجنوا زي اللي احنا بنعجنه دي؟ الشطيه كبيره والجروسه كبيره كده وبالسكين. الفرن بيرد على فكره. نعمله بالسكين ونيجي بقى يا ست الحبايب تبريد كده يا عم. ونيجي بقى احنا امسك. هات يا ساره، هات وانا امسكها واعمل يلا. هات يلا الفرن برد اصلا. ونيجي بقى يا ست قاعدين وخلصوا خبيز بقى بطننا مليانه عايزين العشاء. يجوا جايبين عايزين كل واحد صينيه بطاطس وبرام رز في الفرن، ونيجي زقل دي وزقل دي في الفرن كله في الفرن، والكانون والحلة اللحمه فوق تحت منه فوق منه والخشب سخن كده هو تحت ولا غاز ولا وجع دماغ ولا كنا بنولعهم. تعرفوش اصلا الغاز دي؟ ولا نعرفوا غاز ولا نعرفوا اي حاجه، واللمضه بالجاز بالليل والسهريه واللمضه اليد الشعلي، وكان الخير ياما كده ليه، وكان الفرح والهنا ياما كده ليه. انت عارفه كان خير ده كله رايحه كفر الشيخ، والعيشه كانت فيها بركه والعيشه كانت حلوه. يا ريتها كانت ايامها تدوم، كانت ايامها تدوم. انا رايحه كفر الشيخ ياما من الخميس. واحده ركبت معايا يعني شريك مني كده، معاها بنات مخطوبين، جوز بنات في الكلات مخطوبين. بتقول انا رايحه اجيب يعني البلاستيكات والحاجات يعني للعيال وكده. قلت لها بلاستيكات ايه؟ الدنيا غاليه، واحد حد بيجيب بلاستيكات؟ وقت البنيوهات والدنيا اتنورت، بلاستيكات ايه؟ طب استني اما اقول لك على اللي امي جهزتهولي. ضم جهزت لي من واحده كانت بتيجي من بسيون الطقم الصيني بكالة رز شعير، الطقم المنامين بكالة رز شعير، الطقم جميع الجهاز بالرز. يا لهوي، جهاز النهارده انا رميته على السطح كله، رميته كله على السطح. وكان احلى حاجه. طب والنبي لا تسمع، انا رايحه اجيب كبه امبارح من عند بتاع الجمله. ايوه. قال لي الكبه ب 2700 جنيه. قلت له ماشي هاتي. قال لي هنا كبه اهي فيها مطحنه، يعني زياده عنها ونفس النوع بس فيها مطحنه وزياده لتر، يعني اللي انا هجيبها 2 لتر الثانيه دي 3 لتر ب 4000 جنيه. فانا قلت له ايه ملهاش لازمه، اصلي هتدي نفس الغرض مش مهم. المهم انا عايزه ثلاجه شارب حلوه من اللي هي حديثه وبابها جزاز. جاي قايل لي ب 21,000. قلت له نهار اسود، انا سأل عليها من شهرين ب 18,000. رفعت 3000 ده 4000 3000. قال لي يا عالم كمان. قلت له انا بفكر اجيب واحده من اللي هي زي الدولاب البابان دي يا ساره. قال لي ب 50,000 جنيه. قلت له يا لهوي انا مفكرها ب 25,000. طب احنا بقى ولا كان يمنا ثلاجات ولا غسالات، نولعوا الحله الميه على الكانون، نولعوا الحله الميه على الكانون وتعمل ونفضوها على الهدوم ونغسله على ايدينا، تبقى زي ريحتها زي الفول. لا كانت غسالات ولا ثلاجات. كنا بناكل كل حاجه وكانت كل حاجه حلوه والعيشه كانت حلوه يا عيني. وكنا نعلقوا على الكانون والحاجه كده ريحتها طالعه حلوه وجميله. اهم حاجه البصل بس اللي كان في المش والطماطم. البصل حطوا البصل كمان في المش. البصل في المش والطماطم في المش. الطماطم مش انا بحطها لحد الان. الطماطم الخضراء في المش والباذنجان. الباذنجان ده بيسود المش بيخليه يروح اسمر خالص. كان يطلع من المش احمر زي البلح وقلبه احمر خالص، وتاكلي كانك بتاكلي في فسيخ.
وكل العيال وشها احمر زي الكبريت، دلوقتي بياكلوا قهوه صفر زي البرد، ومبقعين ومبقلين، وعندهم ديدان وعندهم انيميا. اي والله. أمرني. هنا بقى كنت قفلت الصوت. أم بقى قاعدة تغلط فيا، تقول بس هو انتوا يومكم دي ايام، ده انتوا مش عارفة ايه. قلت لها بس اوعي تغلطي فيني ولا تغلطي في الجيل بتاعنا. انا بقول لك اهو، خليكم في يومكم واحنا في يومنا. على فكرة انا كنت صاحية الساعة 6 الصبح. كنت مخلصة خبيز زي الساعة 11 الظهر، قبل الظهر بساعة. يعني على زي ما بقول كده، ايه الشغلانة البدرية منسية. يوم الخميس دي بقوم بدري. كان حتى في اول الفيديو كان ابن اخويا لسه جاي من النوم وقاعد في ريحي، وقام لبس وراح الحضانه. قبل ما اجم الحضانه كنا مخلصين. دي احسن حاجه، بدل ما يقعدوا ينحوا في قلبنا ويحيروني وياخدوا نص العجين يرموه وكده يعني. يوم الخميس ده بقوم بدري، تقومي بدري تخلصي كل اللي وراك. ما شاء الله كان شويه خبيز حلوين. بصي لو انت يعني مثلا واحده لوحدها، ممكن تكون واحده بنوته حسل كده لسه متجوزه لها سنتين ثلاثه ومعاها طفل محيرها، اعملي كيلو دقيق. واحد شويه خميره، شويه كيس خميره فوريه، شويه ملح وشويه سكر، واعجنيهم. خلي العجينه معاكي متوسطه، ولا هي ماسكه قوي ولا هي لينه. واعمليهم بططيهم على البطابليه بسرعه وعلى المكنه وفرهم قدام الفرن. حتى لو واحده في المدن معهاش حد تعمل كده برضو بكيلو دقيق واحد. مش شرط انت تعملي كميه. طبعا احنا بنعمل كميه لان ما شاء الله الحمد لله بنساعد بعض وبنعمل، فما بنحسش بالتعب قوي. لكن لما تبقي لوحدك طبعا هتتعبي. فاعملي بكيلو دقيق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزه اقول على حاجه، موقف حصل لي. انا مش هقول عليه ولا هقول على حاجه يعني. بس انا يعني بينضحك عليا ياما قوي ومش بتعلم. مش بتعلم والله. بصدق اللي قدامي. يعني ممكن اي حد يقول لي اي حاجه بصدق. امي تقولي مش عايزاك تصدقي كل حاجه كده. انا بصدق كل حاجه. اني يعني اقول ايه بس ما لفتش، ما دورتش. فمش مش فاهمه الدنيا برضك الناس ماشيه ازاي، او مش كل الناس زيي يعني. الدعوه اللي انا بدعيها لربنا ان ربنا يديني على قد ضميري وعلى قد نيتي. في ناس طيبه قوي قوي. مش بقول على نفسي طبعا، ما بشكرش في نفسه ولا الشيطان والعياذ بالله. بس في ناس بجد طيبة قوي وبتتفهم غلط وبيندحك عليها. ف والله يعني اتعمل فيا موقف كده. ده يعني موقفين اتعلمت من الاولاني، والتاني كان حاجة مختلفة. فالمفروض يعني اكون اتعلمت، بس ما اتعلمتش برضو. اتنصب عليا وقلت الحمد لله حاجة تعلمني، والحمد لله ان انا اتنصب عليا في حاجة في حاجة بسيطة عشان اتعلم. وامي بقى تقول متزعليش، ده حاجة تعلمكم. احمد ربنا ان انتوا اتنصب عليكم في حاجة تعلمكم. خلاص ما علينا. جت برضو تاني عملت والله العظيم حاجة خير واتجابت ضد. وزعلت في نفسي، زعلت قوي. وقاعدة كل شوية اقول يا ريتني يا ريتني. وتقول ما تزعليش، انت بتعملي خير وبتجلب لك شر. ما تزعليش. فهنا بقى كنت خلصت وعملت برام رز. واحده كمان جرت جابت برام رز ما رضيتش اكشفه، وانا بكشف حاجتي اني. وعملت صينيه بطاطس جرداحي، خرطت بطاطس وتوم وبصل ودعكته كله ببعضه بالبهارات، ملح وفلفل وبهارات مشكله وقرن فلفل معاهم كده. وفرمت الطماطم وحطيت عليهم ومعلقه سمنه، وما شاء الله حطيتها في الفرن. اتنسفت بمعنى كلمه اتنسفت. وكنت هنا بقى خلصت ومسحت في العيش وقعدت اعبيه. وهحطه في الفريزر بقى من ما تعوزيه بقى تطلعي ايه على حسب ما انت عايزه. 5 دقايق قبل الاكل كده هيفك. آه انا زعلانه والله العظيم. يعني زعلانه اللي انا بعمل خير وبتقلب عليا شر ومش بتعلم. بيصعب عليا الناس او يعني بتحط في مواقف ما بقدرش ان انا اقول لا فيه. وبرجع عندم، يعني انا برجع عندم تاني
مش عارفة هتعلم امتى. انا مسمية نفسي غبية والله. شوفوا سند شاطرة وحلوة ازاي. يلا عليك يا بنتي يا سندي يا شطورة، انت عكس اختها خالص. اختها شايلة ايدها من كل حاجة، حتى وهي صغيرة ما كانتش بتشرك نفسها في اي حاجة. البنت دي شكلها هتطلع شاطرة. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. وحطوا لي لايك و... ودعوة حلوة منكم كده. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. واستودعتكم لله، والسلام عليكم ورحمة